بيبتدي الفيلم في مدينة ريتشموند في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وبنشوف مجموعة من الشباب هوايتهم علم الفلك ومراقبة النجوم في السماء. وفي يوم بيلاحظ شاب اسمه ليو وبنت صديقته اسمها سارة جسم غريب في السماء، وزميلته بتكون شايفة إن ده نجم عادي جدا، ولكن هو بيكون عنده رأي تاني. وعشان يحسموا الجدل ده بيبعتوا الصور لعالم فلك اسمه دكتور ماركوس وولف، واللي بيكون شغال في مرصد الفلك. وبيكتشف الدكتور وولف إنه مذنب قريب من الأرض وهيصطدم بالأرض، وبيحاول يبعت رسالة باكتشافه الخطير ده، لكنه بيلاقي النت فاصل، فبيطبع الصور والمعلومات اللي اكتشفها على سي دي، وفورا بيمشي من المكان علشان يلحق يحذر العالم. وفي الطريق بيحاول يخلي الموبايل بتاعه يجيب شبكة. في نفس الوقت ده بيكون في سائق شاحنة سكران وماشي عكس، وبيقلب الدكتور وولف والعربية بتنفجر وبيموت من غير ما يلحق يحذر الناس. ويكون كده البشرية على وشك الموت ومحدش يعرف، لكن هل هيلحقوا يعملوا حاجة قبل نهاية العالم دي؟ ده اللي هنعرفه. بس ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا نكمل. وبعد سنة بعد حادثة الدكتور بيكون في اجتماع في غرفة اخبار تلفزيونية، بيقول رامور رئيس التحرير ان ريتن هاوس وزير الخزانة استقال بشكل مفاجئ علشان مرض مراته. بس المراسلة اللي اسمها جيني بتقول ان هي مش مريضة ولا حاجة، لكنها بتسكر كتير بسبب علاقات زوجها النسائية، ويبعتوها تعمل تحقيق وبتتأكد من الخبر وتعرف السبب الحقيقي وراء استقالته. وبعد لقاء المراسلة مع موظفة في الوزارة بتعرف جيني ان الوزير ورئيس الولايات المتحدة الامريكية على اتصال بواحدة اسمها إيلي. ولما بتبدأ جيني تربط الاحداث ببعضها بترجح ان الرئيس الامريكي هو اللي في علاقة مع إيلي، وبيلبسها للوزير علشان يغطي عليه. وبعد المقابلة بين جيني والوزير بيلحقها الحرس وياخدوها تقابل الرئيس واللي اسمه بيك، وبيسألها الرئيس عن اللي تعرفه، وبيطلب منها تستنى يومين على نشر الخبر، وهو بنفسه هيعمل مؤتمر صحفي يتكلم فيه عن الموضوع. واسكتها دلوقتي ده مقابل ان هي تسأل السؤال الاول في المؤتمر. بعدها بتبدأ جيني تعمل بحث عن اسم إيلي علشان تعرف هويتها، لكنها ما بتلاقيش اي معلومة مفيدة. بعدها بتفكر ان الاسم ده ممكن يكون اختصار، فبتكتب في البحث ELA، وبيظهر في نتيجة البحث انه اختصار للكلمة، والكلمة دي كانت هي Extinction Level Event، وده حدث انقراض. ويتضح ان هي مش بنت ولا حاجه، ولكنه اختصار للحدث ده. بعدها بتروح بيت ابوها ومراته الجديده اللي اسمها كلوي، وبيبان ان هي متضايقه، وده اللي بتلاحظه مرات ابوها. فبتقول لها انت ممكن تكوني مش حابه جوازنا، لكن الحياه بتستمر. وقتها بتضحك جيني بسخريه على كلامها وبتمشي. ويجي وقت المؤتمر الصحفي للرئيس، وفي المؤتمر بيكشف الرئيس عن مذنب ضخم اكبر من جبل ايفرست، واللي في طريقه للاصطدام بالارض في خلال سنه من دلوقتي. واعلن ان هم عاملين خطه هيوقفوا المذنب ده بيها عن طريق سفينة فضائية اسمها المنقذ، وهيكون على متنها رائد فضاء اسمه فيش. والعملية دي هتتم في خلال شهرين بس، وان الازمة اللي بتمر بيها البلاد مش هتأثر على الاسعار، وكل حاجة هتفضل زي ما هي. وبيكون مسمى المذنب ده باختصار دكتور وولف وليو، وده تمجيدا لاسمهم بعد ما ماتوا الاتنين في حادث عربية. لكن ليو بيعلن انه لسه حي وما ماتش، وده بيخليه بيكتسب شهرة واسعة جدا. وبتنطلق السفينة الفضائية فعلا، وبيبدأ الطاقم مهمته، وكان معاهم آلات حفر و8 قنابل نووية يحطوها على سطح المذنب، وده علشان يفجروه قبل ما يوصل للأرض. ويواجهوا صعوبة في الهبوط على سطح المذنب، لكن في النهاية بينجحوا. وبعدها بيبدأوا يزرعوا القنابل تمهيدا لعملية التفجير، والمفروض يزرعوا القنابل دي كلها قبل شروق الشمس، لكن الحفر ساعتها بياخد منهم وقت طويل، وده لأن واحدة من آلات الحفر دي بتتعطل، وعلى ما بيصلحوها بتكون الشمس بتطلع، وبيكونوا مخلصوش المهمة. واحد منهم وقتها بيتعمي من الأشعة. بعدها بتطلع غازات متفجرة على سطح المذنب بتطير زميلهم اللي اسمه جاس، وبيجري باقي الفريق للسفينة. بعدها بيفعلوا القنابل النووية وتكون جاهزة للانفجار، وهنا بتنقطع كل وسائل التواصل مع طاقم السفينة للحظات. وبيطلع الرئيس في بث مباشر يعلن فيها فشل المنقذ، وان المذنب ما انفجرش بشكل كامل، ولكنه تم انقسامه لجزئين، والاتنين متجهين دلوقتي للأرض، ومفيش حل قدامهم غير ان هم يستنوا لما المذنب يقرب من الأرض أكتر. وفي الوقت ده هتشترك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في إطلاق صواريخ تيتان لاعتراض طريق المذنب وتفجيره قبل ما يوصل للأرض، وده هيكون قبل ما المذنب يصطدم بالأرض بحوالي 14 ساعة. كمان هيعملوا شبكة من الكهوف تحت الأرض يعيش فيها 1,000,000 شخص من الولايات المتحدة، وده في حالة فشل صواريخ تيتان في المهمة، وان الناس دي يقدروا يعيشوا لمدة سنتين لحد الهواء ما يرجع طبيعي مرة تانية، وبعدها يعيدوا الحياة للكوكب من جديد. كمان اعلن انه هيتم اختيار 200,000 من العلماء والاطباء والمدرسين والمهندسين والفنانين والجنود، وقال ان باقي المليون هيتم اختيارهم بشكل عشوائي، وان الدول التانية بدأت تنفذ خطة الانقاذ حسب قوانين وامكانيات كل دولة. كمان فرض الرئيس الاحكام العرفية، وان هيتم التعامل مع الجرائم والفوضى بشكل حازم. بعدها بيتم الاتصال باللي تم اختيارهم بشكل عشوائي، وبيكون عائلة ليو واحدة منهم، بس ليو بيكون عايز ينقذ سارة زميلته.
وبيطلب منها الارتباط، وبكده عشان هتكون زوجته ممكن تروح معاه هي وعيلتها. وساره بتوافق وبيتجوزوا، ولكن الجيش بيسمح لساره بس ان هي تروح وبيرفض ياخد عيلتها. هنا ساره رفضت تروح مع ليو، واللي بيكون مش عايز يسيبها، ولكن الجيش بياخدوا ليو واسرته للسكن الخاص بالمغتربين. وبعد فتره بتيجي مكالمه لجيني ان والدتها ماتت، وتروح تستلم مقتنياتها وتقعد على المحطه تعيط. وفي نفس الوقت ده بيجي لها والدها يتكلم معاها وبيطلب منها تعيش معاه، وانه بقى لوحده بعد ما مراته سابته، وده لانها راحت قعدت مع والدتها. لكن جيني بترفض وبتسيبه وبتمشي، وبيكون باقي 5 ايام على الاصطدام. وبيوصل ليو لشبكة الكهوف اللي هيعيشوا فيها، لكن قبل ما بيدخل بيقرر انه هيرجع يجيب سارة. والده وقتها مش بيقدر يمنعه وبيتمنى له حظ سعيد. والناحية التانية جيني بتكون في اجتماع مع زمايلها، وقتها بيجي لها والدها مرة تانية علشان يقول لها افتكري لي لحظة حلوة عشناها مع بعض قبل ما نموت. ويكون باقي 14 ساعة بالظبط على الاصطدام، وبيتم اطلاق كل الصواريخ. وللاسف بعدها بيطلع الرئيس في بث مباشر عشان يعلن فشل صواريخ التيتان في اعتراض طريق المذنب، وان لسه الجزئين في طريقهم للارض ومفيش حاجة تمنعهم من الاصطدام. وبيكونوا قدروا يحددوا مكان سقوط المذنب. الجزء الصغير ده هيقع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وده في اقل من 12 ساعة من دلوقتي. وده هينتج عنه موجة شديدة على المحيط الاطلسي، طولها هيوصل ل 30 متر وسرعتها هتوصل ل 1800 كيلو في الساعة، وهتوصل عاصمة الولايات المتحدة بعد 40 دقيقة من سقوطه. وساعتها المدن الساحلية اللي زي نيويورك وبوسطن هيتدمروا تماما. اما الجزء التاني الكبير هيقع غرب كندا، وده يتسبب في حدث انقراض الجنس البشري، وده بسبب انتشار غبار هيضلم الارض كلها. والغبار ده مش هيختفي غير بعد 2 سنين، وهيتسبب في موت النباتات خلال 4 اسابيع بس، وبعدها هتنتهي الحياة الحيوانية في خلال اشهر. وبيكون مش فاضل غير ساعات قليلة بتفصلنا عن الاصطدام، ونروح لكابتن فيش قائد السفينة الفضائية، واللي اكتشف ان حرارة الشمس بتتسبب في عمل ثقوب وفتحات على سطح المذنب، وبكده يقدر يستخدم ال4 قنابل النووية لتفجير الجزء الصغير، واللي ما قدروش يستخدموها في المهمة الاولى. ويقول لهم مش هنقدر نفجر الجزء الكبير من المذنب، ولكن ده افضل من ان الكوكب كله يتدمر. بس مش بيكون في وقود كافي انهم يرجعوا مرة تانية، وبعد ما يزرعوا القنابل بيقرروا الطاقم كله ان هم هيفجروا القنابل بنفسهم ويضحوا بحياتهم علشان ينقذوا العالم والبشرية. وبعدها بيتواصلوا مع وكالة ناسا وبيطلبوا منهم رموز التسليح الخاصة بال4 قنابل النووية دي. ونروح لجيني مرة تانية، ويكون زمايلها قدروا يوفروا طيارة تنقلهم لمكان بعيد، وبيعملوا قرعة علشان يختاروا مين هيسافر ومين هيفضل، وبتكون جيني من ضمن اللي هيمشوا من المكان. بعدها بتيجي الطيارة الهليكوبتر علشان تنقلهم، لكن جيني وقتها بتتخلى عن نفسها وعن مكانها وبتديه لزميلتها علشان كان معاها بنتها الصغيرة. وبعدها بتاخد نظرة سريعة كده على صورها القديمة مع والدها. وفي نفس الوقت ده بيكون ليو راكب موتوسيكل وبيدور على سارة، واللي بتكون واقفة في الزحمة هي وعيلتها، وبتشوفوا سارة من بعيد وبتنده عليه، وبعدها بتجري عليه وبيجبروها والدها ووالدتها ان هي تروح معاه. ونرجع لجيني مرة تانية بعد ما وصلت لبيتهم القديم، بتروح لوالدها واللي بيكون واقف على الشط لوحده، وبتقف جيني جنب والدها، كل واحد بيعترف بغلطه اتجاه التاني وبيتصافوا. اما ليو وسارة بيكونوا رايحين للكهف بالموتوسيكل وبيشوفوا المذنب ويكون قرب من الارض لحد ما بيصطدم بيه، وزي ما توقعوا اصطدامه ده بينتج عنه موجة شديدة جدا، واللي اخذت في طريقها جيني ووالدها وقتلتهم، وكملت لمدينة نيويورك ودمرتها بالكامل، وكمان بتكمل للمكان اللي فيه سارة وليو. ونروح للسفينة الفضائية مرة تانية، وكانوا بيتواصلوا مع وكالة ناسا وبيودعوا أهلهم للمرة الأخيرة. بعدها بتبدأ مهمتهم الأخيرة وبيدخلوا جوه المذنب وبيفجروا القنابل بنفسهم، وبيكون ليو وسارة شايفين بقايا المذنب اللي انفجر في الغلاف الجوي. وبكده بيكون طاقم رواد الفضاء قدر ينقذ العالم من كارثة كبيرة كانت هتقضي على البشرية، وده لأن الجزء اللي وقع من المذنب تسبب في موت وتشريد ناس كتيرة جدا. بعدها بيطلع رئيس الولايات المتحدة في لقاء بيعلن فيه نجاح السفينة الفضائية عن تخفيف حجم الكارثة، وبيتكلم عن الخسائر الكبيرة اللي حصلت، لكن رغم كده بيطمنهم ان لسه قدامهم فرصة جديدة للحياة وانهم ممكن يبدأوا حياتهم مرة تانية. وبيقول لهم المدن بتنهار لكن بعزيمتنا نقدر نبنيها مرة تانية، والأبطال بيموتوا لكنهم بيفضلوا في ذاكرتنا، وتكريمنا ليهم دلوقتي هيكون بنهضتنا وتعمير الكوكب من جديد. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجاية. أشوفكم في ملخص جديد قريبا، إلى اللقاء.